الكباشي. الكباشي عنده اثر في القوات المسلحه، وعنده اثر في الشارع السوداني، وعنده اثر في رفع الروح المعنويه للسودان كله. زول ده حسي فتره طويله ما ظهر عنده اثر. طبعا احنا ما في شيء بيمنع الكباشي كل يوم يطلع يتكلم معنا. والله احنا شغالين اصر فاي في شغلك ده، سجل لنا فيديو تورينا انك انت معانا والشكاوي اللي بتترفع دي انت بتصلك. لما انت تظهر يا كباشي كل يوم وتتكلم، هتتكلم في مواضيع واصلاك. ما يعني ما زي ما حس احنا بنعمل اللايف ده كل يوم بنتكلم في المستجدات. في المستجدات معناها انت كل يوم تطلع لنا او 3 مرات في الشهر، معناها والله حتتكلم عن الاحداث الحاصله في بحري، الاحداث الحاصله في الولايات، الاحداث الحاصله في القوات المسلحه. حتعلق على موضوع فك اللجام اللي بقى يتكرر. اظنك شفت الفيديو بتاع الليله ده يا كباشي ولا ما شفته؟ بتاع الضابط او العسكري اللي شرط القميص وكان بيضرب في التات فك اللجام وبصرخ. فده بيتكلم. دي احداث انت لو كل يوم بتطلع بتورينا انك انت معانا. البرهان قلنا وضعه حساس وخاص، وهو اساسا ما بيحب الكلام وبيحب الافعال. لا بيعمل افعال لا بيعمل كلام، الاثنين بقى معاملين كده زي البرهان ده بجنبك. نتكلم عن انه الجيش نفسه ككيان، الجيش ده ما عنده اي سبب يخليه يكون ضد الشعب السوداني. انا ما بشكك في الجيش نهائي. زول لبس الكاكي ده شال كلاشه اصلا لا يمكن اشكك فيه. ما في 2 3. الجيش ده واقف مع الشعب السوداني، دي منتهي امرها. المسألة بتاعت انك تتحكم في الجيش دي وتقود الجيش، ده موضوع بيرجع للقائد العام براو والقيادات اللي حوله. فاذا القيادات شايفه انه القائد العام ده بيعمل في حاجة صح فهم متفقين. اذا شايفين انه في غلط بتظهر الخلافات، بتظهر بعض الاقوال، بتظهر بعض التمردات في القرارات، وده ما حاصل. يعني انا شايف الجيش حسي القيادة بتاعته وجيش المكتب متفق مع البرهان تماما. فلما احنا نجي نتكلم عن حادثة زي ولاية الجزيرة، ولاية الجزيرة بتهدد في الاسبوع ده كله، احنا خديناها نموذج. احنا بنختبر بها القيادة وبنختبر بها البرهان ذاته وبنختبر بها الوالي وبنختبر بها المؤامرات التي تحاك. انا ما تيجي تقول لي حسيت والله كلامك ده كلام كيزان، ما عارف كلامك ده كلام بتاع زول بلبوسي، كلامك ده انا اديتك ادلة رد عليها. حتى لو انت قحاتي بنديك مساحه ترد عليها. دارين نسمع الراي والراي الاخر حسي. يعني ما موضوع زي مدني ده جينا تكلمنا عن انه الدعم السريع يهدد مدني، ما شفنا حاجه على مستوى الحاميه العسكريه او على مستوى الوالي يا برهان. ما اتخذ قرارات الوالي. انت الحكومه المركزيه المفروض تتخذ قرارات. الوالي ده قلنا لك قحاتي ودعامي راسه عديل، ما لم يعلن ولاءه للقوات المسلحه فعلا وقولا يبقى دعامي. والنموذج ده كل الولاة 17. لكن نمسك مدني. يعني حسي وانا بتكلم معاك في 10 شارات دخلت قريه كاب الجداد في تخوم مدني وفي تخوم الجزيره. 10 شارات حسي خشت. بتسوي شنو 10 شارات للملايين الساكنين في الجزيره؟ بتسوي شنو؟ ولا حاجه. قرية النوبة دخلوا مشوا استهدفوا ناس معينين عندهم بيفتكروا انهم هم كانوا تابعين للدعم السريع او مختطفين في مستشفيات الدعم السريع، طبيب او طبيبة، ومشوا حصلون هناك قتلوا المواطنين، سرقوا عرباتهم. على مستوى ولاية الجزيرة المفروض يحصل اعلان حالة طوارئ رسمي. مفروض الوالي يوجه الحامية العسكرية، يوجه ناس الشرطة الامن، يصلوا تفتيش وتأمين لولاية الجزيرة، يصلوا لحد سوبة اللافت بتاع السوبة مرحبا بك في ولاية الخرطوم، ويرجعوا يقولوا والله اعلنا ولاية الجزيرة نظيفة. الكلام ده تم اسبوع. انت عندك تفسير تاني؟ فسر لي الحاجه دي كويس. قول لي والله يا اخي الطيران معانا. انت الطيران ده انا بقول لك الطيران ما معانا. في الغرفه المركزيه في خيانه، في عدم تواصل بين الرادار والارض، في عدم تواصل واتفاق بين الرادار والطيران فوق، بده احداثيات غلط. انت جاوبني في الحته دي.